أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة. شخصيتنا هو الفنان سراج منير، واحد من عمالقة التمثيل في مصر والوطن العربي في فترة الأربعينات والخمسينات. قدم 140 فيلم، اشتهر بأدوار الأب الحكيم والأدوار الكوميدية. الكلام ده مظبوط يا عبد الصمد؟ ياسمين هانم عندها الميراث ده كله؟ مظبوط ومربوط يا فندم. ده انا عمري ما قلت لحضرتك كلمه سيدي. يا خساره. يا خساره ايه يا سيد يا محترم؟ يا خساره، يعني اللي ما عنديش ولد تاني كنت جوزتها له. اتولد في 15 يوليو عام 1904. أرسلته أسرته لدراسة الطب في ألمانيا، وهناك اتعرف على مخرج ألماني سهل له العمل في السينما الألمانية مقابل مرتب ثابت يساعده في مصاريف الدراسة. لكنه ترك الطب واتجه لدراسة الإخراج السينمائي مع الفنان محمد كريم، ورجع للقاهرة. وبمجرد عودته طردته أسرته لتركه مهنة الطب، وبعدها عمل في الترجمة لكنه لم يستمر، واتجه للتمثيل والإنتاج. ان شاء الله تكون مبسوط يا حضرة جوز باشا. شكرا حضرتك. جوز باشي. الله، انت ما تعرفش جوز باشا فؤاد حسني ضابط مباحث المنيا؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. فرصه سعيده. شكرا. اسماعيل زكي زميلك. بشرفنا. اهلا وسهلا. ان شاء الله تكون رقت شويه. والله السجن لهاني شويه يا حضرة المفتش. ليه؟ هو ماله؟ لا، اصل الست بتاعته تعيش انت، البقيه في حياتك. متشكر يا فندم. اتعرف على الفنانة ميمي شوكيب وجمعت بينهم قصة حب، وكان أول لقاء بينهم في فيلم ابن الشعب، وتم الزواج وشاركته في العديد من الأفلام زي الحل الأخير وبيومي أفندي ونشالة هانم. أنتج الفنان سراج منير فيلم حكم قراقوش، واللي كلفه 40,000 جنيه وقتها، لكن إيراداته لم تتجاوز 10,000 جنيه. اضطر إنه يرهن فيلته اللي جمعت بينه وبين زوجته ميمي شوكيب. سافر الفنان سراج منير إلى الإسكندرية مع فرقة الريحاني وزوجته ميمي شوكيب، ورجع إلى القاهرة ليتوجه لإدارة الجوازات للحصول على تأشيرة خروج لأعضاء الفرقة. ووصل القاهرة واتصل بزوجته وقال لها أنا زي البومب ورايح أتعشى في سفر، لكن اتفاجئت بخبر وفاته تاني يوم بأزمة قلبية. عانت ميمي شوكيب من ألم الفراق ودخلت في حالة اكتئاب شديدة، وفي عام 1983 فوجئ الجميع بخبر وفاتها. استنوني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة. لو عجبك الفيديو دوس لايك